متسبي الى المغرب عشان يبوس ايد المغاربه ويسلم الكاس، بلاش اكتر من كده. ده سيناريو من البدايه. قلت لكم المغرب ضارب بوز جامد مع متسبي، ومتسبي بيحاول يراضيهم باي شكل. ده قرار لصالح الدبلوماسيه الكرويه المغربيه، وانه هكذا يكون النفوذ داخل الاتحاد الافريقي. ولما يكون عندك نفوذ ولما تكون عندك قضيه عادله او غير عادله دي بتاعتك انت تراها كده وتقدم الاسانيد والمستندات اللي بتاكد موقفك. ده زلزال حقيقي هز اركان الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده في القاهره. اجتماع ممتد للجنه الاستئناف بدا 11 الصبح وخلص مع اذان المغرب ومكمل بعد الفطار، وبعديها طلعوا القرار القنبله في تاريخ الاتحاد الافريقي ان لم يكن على مستوى العالم. ما سبقش انه لجنه في اتحاد قاري تغير بطوله قاريه للامم وتنقل الكاس من دوله لدوله وبنتيجه كبيره. كاس الامم اللي انتهى في المغرب اللي فازت به السنغال بعد التفاصيل الدراميه اللي كلكم فاكرينها، والسنغال خد الكاس. النهارده لجنه الاستئناف بالاتحاد الافريقي بتلغي نتيجه المباراه وبتعتبر المغرب فايز 3-0 او السنغال مهزوم 3-0. قررت لجنه الاستئناف التابعه للاتحاد الافريقي، ده البيان الرسمي عن الكاف، عملا بالماده 84. ارجعوا للفيديو الصباحي قلت لكم الماده دي اللي المغرب ماسك فيها وعايز الكاس من لوائح الامم الافريقيه. اعتبار المنتخب السنغالي خاسرا في المباراه النهائيه لكاس الامم 2025 مع الاعتراف رسميا بفوز الاتحاد الملكي المغربي لكره القدم بنتيجه 3-0. وقال البيان انه في اجتماعها اليوم اللجنه بحثت هذا الموقف وقالت انه تم اتخاذ عدد من العقوبات. المنتخب السنغالي يندرج تحت نطاق المادتين 82 و84 من لوائح الامم الافريقيه. تم قبول الاحتجاج المقدم من الاتحاد المغربي. ثبت ان الاتحاد السنغالي لكره القدم من خلال سلوك فريقه قد خالف الماده 82 من لوائح كاس الامم الافريقيه. ووفقا للماده 84 يعتبر المنتخب السنغالي خاسرا. تم رفض جميع الادعاءات او الاستنتاجات الاخرى اللي تقدم بها الاتحاد السنغالي. كما اصدرت لجنه الاستئناف التابعه للاتحاد الافريقي عده قرارات. تم قبول الاستئناف المقدم من السيد رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم، والمقدم ايضا من السيد اسماعيل صبياري اللاعب رقم 11 في المنتخب المغربي جزائيا. ده العقوبه اللي كانت ضده. تؤكد لجنه الاستئناف ادانه السيد اسماعيل صبياري بسوء السلوك بما يخالف المادتين 82 و83 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الافريقي. يعدل الجزاء الخاصه على السيد الصبياري ويقبل الاستئناف جزائيا. يخفض مبلغ الغرامه المفروض على الاتحاد المغربي لكره القدم في هذه الحادثه الى 50,000 دولار امريكي فقط. يرفض الاستئناف المتعلق بالتدخل في منطقه مراجعه تقنيه الفيديو الفار. تم تأييد الغرامه المفروضه على مؤسسه ابحاث وتطوير الاسلحه 100,000 دولار امريكي في هذه الحادثه. تم قبول الاستئناف المتعلق بحادثه الليزر جزئيا. تم تخفيض الغرامه المفروضه على هذه المؤسسه وتم رفض جميع الاستئنافات الاخرى. سيبكم من تخفيض بعض الغرامات الماليه، لكنه الهزه الكبيره العنيفه يا جماعه انه لجنه الاستئناف النهارده في الكاف غيرت كاس الامم وادت المغرب اللقب اللي كان بيسعى اليه وبيطمح فيه. المغرب دلوقتي فيها افراح كبيره. هنا اتكلم في 3 نقاط مهمين. من البدايه قلت لكم المغرب ضارب بوز جامد مع متسبي، ومتسبي بيحاول يراضيهم باي شكل، حتى انه صحيفه المنتخب المغربيه لما الاهلي تعاقب بعد مباراه الجيش الملكي، صحيفه المنتخب المغربيه لم تخجل ان هي تقول بمنتهى الوضوح انه متسبي بيحاول ترميم العلاقات مع المغرب على حساب الاهلي، وان العقوبات اللي صدرت ضد الاهلي هي نوع من ترميم العلاقه او محاوله من متسبي للتصالح مع المغرب، لانه الاتحاد المغربي دايس جامد في القضيه بتاعته، وقال لو لجنه الاستئناف ما انصفتنيش انا رايح للاتحاد، رايح للمحكمه الرياضيه الدوليه. لجنه الاستئناف في الكاف كان واضح جدا بالنسبه لها القضيه كبيره، ومش من فراغ لما بعتوا للنادي الاهلي قالوا له هنأجل نظر طلب الاستئناف بتاعك ساعتين من 11 لواحده، وبعد كده رجعوا يبدو انه شافوا قضيه المغرب قضيه كبيره قوي عايزه وقت كافي، فقال لك ننطر استئناف الاهلي لاجل غير مسمى ويتلعب ماتش السبت فتموت القضيه، لان انت كده هتبقى نفذت العقوبه وصادرت على الحق القانوني للاهلي في الاستئناف. الاهلي مستأنف لك علشان مباراه السبت، لو اتنفذت العقوبه انت اسقطت حقه القانوني في الاستئناف. انت لازم قانونا تنظر هذا الطلب في الاستئناف حتى لو هترفض استئناف الاهلي او هتقول رايك، لكنه عليك قانونا ان انت تنظره قبل تنفيذ العقوبه، قبل ميعاد تنفيذ العقوبه، والا انت بتسقط هذا الحق القانوني. الزلزال بتاع المغرب كان واضح جدا انه يعني غير مسبوق، ولجنه الاستئناف في الكاف هي لجنه قضائيه مستقله رئيستها واحده نيجيريه وفي عضويتها عدد من الاعضاء منهم رئيس الاتحاد التونسي لكره القدم معز الناصري. وواضح جدا ان المغرب قدم اسانيده القويه ومسك في المادتين 82 و84 وقال لهم
قولوا لي اللائحه بالبند بصريح يعتبر الفريق منسحبا اذا غادر لاعبو ارضيه الملعب لمده كذا، الوقت كله غدر والوقت زاد. طبعا كانوا هيدخلوا في مشاكل قانونيه، انه لما رجعوا الحكم ما ادهمش انذارات، ودي خطا قانوني في بحث، والحكم اعترف انه في حد في لجنه الحكام، اللجنه اللي مخوخه ديت، قالوا ما تديش انذارات، عدي الليله عدي الليله، لان لو ادى انذارات كان في 3 عندهم سابق انذار هيطردوا. فكان كله ساعتها بس ابراهيم دياز ينفذ ضربه الجزاء ويجيب الجون وناخد البطوله وتنتهي الليله. حدث انه ابراهيم دياز ضيع ضربه الجزاء بالشكل الدراماتيكي المثير الغريب العجيب المريب، بلاش المريب لانه الحقيقه ما كانش لا فيها اتفاق ولا غيره، لكن عجيب وغريب. فاز لك منه وضاعت الفرحه بتاعت المغاربه، وفازت السنغال بالبطوله. علشان النهارده في يوم مشهود في تاريخ كاس الامم وتاريخ الاتحاد الافريقي يصدر هذا القرار. اولا ده قرار لصالح الدبلوماسيه الكرويه المغربيه، وانه هكذا يكون النفوذ داخل الاتحاد الافريقي. ولما يكون عندك نفوذ ولما تكون عندك قضيه عادله او غير عادله دي بتاعتك انت تراها كده وتقدم الاسانيد والمستندات اللي بتاكد موقفك، لكن بالنسبه لك انت دافعت على قضيه، حشدت قوتك، برهنت على قدرتك وفضلت ورا قضيتك. النهارده اقدر اقول لكم الخبر الجاي في المغرب واللي من امبارح بيتقال همسا، من امبارح بيتردد همسا. انا اعتقد القرار المفاجئ اللي بينتظر فوزي لقجع الاعلان عنه انه يترك رئاسه الاتحاد المغربي لكره القدم. ايه؟ من امبارح واصوات الهمس في المغرب ان فوزي لقجع يترك رئاسه الاتحاد المغربي، او زي ما بيسموها الجامعه المغربيه لكره القدم. ده مغضوب عليه؟ لا، هو عايزينه يتفرغ للجنه كاس العالم 2030. عايزينه يحط كل تركيزه وكل جهوده في لجنه كاس العالم 2030. اللائحه بتاعت الاتحاد المغربي انه اي حد له دورتين 2 بس، يعني 8 سنين. فوزي قضى 8 سنين، ولكن هو عنده فرصه للاستثناء، لانه اللائحه بتستثني من يشغلون مناصب دوليه او يقدمون خدمات استثنائيه للبلاد، وهو عنده الاثنين، فقانونا ممكن من حقه يستمر لدوره جديده. لكنه واضح انه ثبت اركان الكره المغربيه، كمل التجربه بتاعته، يتفرغ للجنه كاس العالم وهي عندهم اهم واكبر، والاتحاد المغربي يترشح له حد جديد. بقول لكم ده صوت الهمس من امبارح في المغرب، ده اللي بيدور بين الاوساط الاعلاميه والرياضيه في المغرب. واظن انه مع الاعلام بتاع قبول الاستئناف وفوز المغرب بكاس الامم، اعتقد هتبقى المساله كبيره قوي، او هيبقى القرار ده يعلن عنه خلال الايام القليله اللي جايه. الاجراءات التسليم لازم الاتحاد الافريقي هيعلن عن ده، لازم مندوب الاتحاد الافريقي هيروح للاتحاد السنغالي ويقدم له القرار ويستلم الكاس، ويتجه وفد رسمي برئاسه متسبي الى المغرب عشان يبوس ايد المغاربه ويسلم الكاس، بلاش اكتر من كده. ده السيناريو بتاع اليومين الجايين. القرار اللي عنات عليه الكاف اليوم بتتويج المنتخب المصري واعتبار المنتخب السنغالي خاسر بلاصه لزيرو تيبان لينا ما بانتش ما غاديش دوز ديك مرور الكرام بحال ما وقع والو، والناس غتبارك وغتفرح لا. في الجانب الاخر كاين الاعلام المصري تيعرف وتيعبر، ومن خلال النبره ديالو راه باين كيفاش استقبل الخبر وكيفاش عبر، وبكل عفويه ما قدرش يخبي، وبدات كتسقط هذاك الاقنعه اللي كنعرفوا. لا بنادم تيعطيك وجهه نيشان، والاتهامات ديال القجع مستمره، الاستيلاء على الكاف والكولاسه والجوساسه وديك الهضره الخاويه اللي ما عندنا ما نديرو بها. هذا ما كيزيد ياكد غير اننا غاديين في واحد المسار صحيح، باننا مولينا كنخلعوهم في افريقيا ولاو كيشوفوا راسهم بعادين علينا. هذا هو الاعلام المصري، شفتوا كلشي بعينيكم وسمعتوا. يعني احنا ما جبناش شي حاجه من عندنا وحطيناها. خوتي ناقشوا معنا هاد الامور هادي، قولوا لنا كيفاش جاوكم هاد الناس وشنو هو الحل معاهم، ولا ما معاهم حل. موكا هي موكا. خوتي شكرا بزاف على المتابعه، نلقاو فيديو اخر ان شاء الله.